السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وقت ما بتشوفوا الفيديو، او صباح الخير وقت ما بتشوفوه. النهاردة هنعمل البسارية بطريقة جميلة قوي، هنخللها بطريقة سهلة وبسيطة، ويعني هتبقى في متناول الايد لأي حد. احنا بنسميه فسيخ الغلابة. وبرضو لو انتوا حابين تعملوا فسيخ او بوري او كده، هسيبلكوا اللينك تحت في صندوق الوصف. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. حكاية بجد جميلة قوي. انا غسلتها غسلة جامدة قوي، وحطيت عليها معلقة خل عشان ميبقاش فيها اي بكتيريا، وحطيتها في مصفى بالشكل ده عشان تنزل كل المية بتاعتها. هي نزلت مية كتير قوي. انا سبتها في التلاجة. انت بقى ممكن تسيبيها ساعتين 3. اهم حاجة لا ميبقاش فيها نقطة مية، دي اهم حاجة. يعني تبقى بالشكل ده كده، بصي بالشكل ده كده زي ما شفنا مع بعض. بس ما يبقاش فيها نقطة مية اللي انت تلاقيها مليانة مية كده، مليانة مية متعملهاش، عشان ما تضيعيش فلوسك كلها على الارض بعد كده تقولي يا ريت اللي جرى مكان. وان شاء الله هتعمليها احلى مني. يلا بينا نبتدي ونشوف معانا ايه. دلوقتي بقى معانا ايه؟ معايا ملح ناعم عادي خالص، معايا حوالي 5 معالق ملح او اكتر على حسب انت عندك الكمية قد ايه. يعني ممكن الكيلو ياخد 3 معالق، 5 معالق، نص كيس كامل، على حسب. يعني انت مثلا لو جايباها كبيرة شوية بيبقوا 5 معالق حلوين قوي، وممكن نص كيس، ممكن كيس، على حسب انت بتعمليها ازاي كل مرة. ومعانا الشطة بتاعتنا، معلقة كبيرة شطة. عايزة تقللي في كمية الشطة قللي، بس مينفعش ما تحطهوش علشان ما تعفنش منك لا قدر الله، ما تدوتش كده. ومعانا معلقة بابريكا اهي. ومعايا كركم ده بيخلي لونها كده جميل قوي، وبرضو لو في اي بكتيريا في اي حاجة بيسحبها. حطينا قد ايه كركم يا توتة؟ حطينا حوالي يعني معلقة صغيرة كركم، او معلقتين عادي، بس ما تكتريش قوي. معلقة صغيرة، ما تكتريش، ما تحطيش كبيرة عشان ما تمررش منك. انا جايبة علبة بالشكل الجميل ده، وجايبة برطمان برضو عشان اشوف الكمية بتاعتي هتاخد العلبة ولا محتاجين برطمان تاني. انا حطيت في اللهم صل على النبي، حطيت في العلبة بتاعتي كيس. حطينا ايه؟ كيس او شنطة، بس المهم تكون نظيفة ومغسولة كويس وتحطيها بالشكل ده. واهم حاجة ما تنسيش الزيت بتاعك لازم يبقى موجود، ما تنساهوش. دلوقتي بقى هنخلط كل ده على بعضه. تاني كان معانا ايه؟ كان معانا معلقة شطة كبيرة، ونص كيس ملح، لا كيس كامل، سوري معلش. انا مش حاطه الكيس كله هنا علشان الناس ما تقوليش ايه ده الطبق ده كيس ملح بس. هي كلها هنا. حطيت نص كيس ملح هناوت، وحطيت معلقه صغيره كركم، وحطيت معلقه كبيره بابريكا، وحطيت معلقه كبيره شطه. ليه توت الشطه علشان ما تخليهاش تدوب. وليه الكركم؟ عشان تسحب اي بكتيريا، وفي نفس الوقت تديها لون جميل كده وحكايه. يلا بينا بقى نجيب بقى العلبة بتاعتنا، نحط بقى رشة من تحت كده اهو. ونجيب بقى شوية، نجيب معلقة غرف، معلقة غرف او مقصوصة اللي موجودة عندك، بس اهم حاجة تكون مغسولة كويس بتنشفها، عشان احنا زي ما اتفقنا اللي احنا منشفين البسارية بتاعتنا. نحط نص الكمية بتاعتنا، مش نص الكمية، الكمية الموجودة عندك. بصي نعمل حاجة حلوة عشان العلبة تاخد مساحة وتاخد اكتر. نحط بقى شوية تاني، هنقلبهم بقى مع بعض.
قولوا لنا في الكومنتات انتوا بتعملوها ازاي، عرفونا انتوا من انهي بلد. بجد بفرح بالكومنتات بتاعتكم قوي، وبالذات المتابعة عندي اسمها مملكة حوا. بجد يعني تعليقاتها زي القمر، وكلكم تعليقاتكم قمر. شرفوني بتعليقاتكم وعرفوني بنفسكم اللي انتوا منين عشان ارحب بيكم. نحط بقى شوية زيت، ننزل شوية كمان. الاول شوية ملح، شوية بابريكا، كركم وشطة، حطينهم على بعض. ننزل كتر بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. دايما بنصلي على النبي واحنا بنعمل كده اكلنا، بنعمل حاجتنا علشان يطلع معانا زي القمر. كده جربي الوصفة دي، جربي الطريقة دي بالظبط، هتعجبك جدا جدا جدا. لسه مخلصناش. ننزل بقى في شوية كمان، شوية زيت. احنا بنحط الزيت علشان لو في اي فراغات، في اي حاجة بتتنفخ. ريحتها كده تخليكي عايز تاكليها نية. بجد بحبها قوي، وملوحة ملوحة يعني. دي هتعجبكم قوي، طعمها حكاية. انا بعملها على طول علشان الناس اللي بتقولي طعمها حكاية انتي دقتيها. ايوه طبعا بنعملها احنا على طول، تطلع معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تحفة. ان شاء الله انت هتعمليها وتطلع معاكي احلى مما انا بعملها بكتير. دلوقتي بعد ما حطيت الكميه بتاعتي كلها هحط رشه زيت بقى من فوق. البرطمان التاني احنا محتاجناهوش الحمد لله. ان شاء الله هنجيب تاني ونعمل مع بعض برضو تاني. احنا ورانا حاجه. اهم حاجه وانت بتنقي السمكيه بتاعتك، هي ما بتتنقاش طبعا. انت لما بتجيبيها تيجي تغسليها ما يكونش فيها مثلا واحده ضربه، ما يكونش فيها واحده تخينه مثلا، اللي هي بتبقى كده اهو شويه، بتبقى مش حلوه خالص. شوفيها مثلا راسها مفصول عن جسمها كده. لو كل الحاجات دي فيها ارميها عشان ما تبهدلكيش بقيه الحاجه بتاعتك. احنا دلوقتي بنعمل ايه يا توته؟ بنطلع الهواء اللي في الشنطه. بصي ليه بنحط زيت؟ بنحط زيت علشان الهواء ده، ان برضو مهما طلعت هوا بيبقى فيه شويه صغيرين. احنا بنحط زيت عشان يفضل في الهواء ده. نعمل بقى ايه؟ نعمل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صل على النبي. هنقفل بقى ايه؟ والدتي بتقولك برضو معلومة، بنحط ليه الزيت برضو غير اللي احنا بنحطه عشان الفراغ، عشان ما يحصلهاش اي عفون. هنقفل بقى العلبة بتاعتنا كويس قوي 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 قوي. انا بحطها في شنطة، انت ممكن تسيبيها زي ما هي عادي خالص. بتعملي ازاي؟ انا بسيبها 3 ايام، 3 ايام بالظبط في التلاجة، وباكل منها خلاص. هو 3 ايام بس. في ناس يومين، في ناس بتسيبها اسبوع، لكن انا مره جربت اللي انا اسيبها اسبوع وبامانه باظت مني. فعشان احنا متعودين على الامانه مع بعض على طول. انا بسيبها 3 ايام. ان شاء الله هفتح ليها بعد 3 ايام. بعد ما عدى 3 ايام هنفتح البسارية بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. نسمي
بصي بقى حاجة في ايدك كده، نجيب مقص افتحها ونرجع تاني. انا جبت السكينة، نقطع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهل. ريحة جميلة اوي اوي اوي، مش قادرة اوصفلكوا جمالها. نطلع بقى واحدة ندوقها. في ناس بتقعدوا اسبوع، بس انا لما جيت اجرب وقعدوا اسبوع والكلام ده عفن مني. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل الراس، بجد جميلة اوي. ندوق بقى. واو، الله. جميلة جميلة جميلة. جربوها وان شاء الله هتطلع معاكم اجمل مما انا عملتها بكتير. انا بقى بعمل ايه؟ بجيب طحينة وبحط عليها شوية خل، وبحط عليها شوية زيت، وبحط عليها شوية مية، واقعد ادوبهم مع بعض كده، واحط شوية شطة، وبنزل بالبسارية بتاعتي جواها. ممكن تاخديها كده اهوت وتاكليها مع ليمون. وبحط طبعا حوالي 4 ليمونات في الصوص بتاع الطحينة ده. انت بقى ممكن تجيبي طبق لو انت مش عايزه تعمليها بطحينة والكلام ده كله، واقعدي بقى ايه مع ليمونتين 3 مع حبة زيت، واقعدي كلي. بجد بتبقى حكاية. بألف انا يا ست البنات. يا رب الفيديو يكون عجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.